تعال احكي لك على التمثال ده. في زمن ما قبل الطب وفي بدايات الطب انا كنت غاوي نحت، وده كان واحد من الانتاجات بتاعتي في الوقت ده. في الحقيقة في التمثال ده انا كنت بفكر يا ترى هي العلاقات ممكن تبقى عاملة ازاي. وكنت شايف ان العلاقات بين اتنين بيحبوا بعض محتاج انها تبقى متداخلة جدا كده، وان هم حياتهم تبقى اكنها تحولت من شخصين الى حياة بني ادم واحد. والحقيقة ان ده دلوقتي لما بفكر فيه إلى حد ما موافق عليه، إن لما اتنين بيرتبطوا ببعض حياتهم بتتحول من إن هو ليه حياة وهي ليها حياة، إن هما الاتنين بيشاركوا نفس الحياة، بيشاركوا نفس الطموح، بيشاركوا أهداف كتير مع بعض. بس برضو بقى عندي وجهة نظر مختلفة شوية دلوقتي في القصة، إن ده مهم يبقى موجود، بس مهم برضو إن كل واحد فيهم يبقى عنده حياته هو، يبقى عنده الحتة بتاعته اللي ممكن يبقى مستقل بيها، اللي هو بيشاركها مع أصحابه أو مع أصحابها أو مع قرايبها أو مع قرايبه، اللي مش شرط إن هما الاتنين يبقوا متداخلين مع بعض زي ما أنا عملت الشكل ده، وإن هما يبقوا لا يفترقوا، وإن هما ملحومين ببعض وملفوفين في بعض طول الوقت كده. لا، مش عيب إن يبقى فيه لكل واحد الحياة الشخصية بتاعته، ولكل واحد التفاصيل بتاعته اللي مش شرط يكون الآخر مهتم بيها أو يحب إن هو يشاركها معاه، علشان إحنا في الآخر عندنا العلاقة اللي في النص اللي إحنا بنبنيها واللي إحنا بنحاول ننميها ونكبرها. بس في نفس الوقت مهم إن إحنا يبقى كل واحد فينا ليه الحياة بتاعته وليه الأهداف بتاعته. بس يعني إيه رأيكم؟ كنت فنان والله زمان.